عمرك خفت من موقف من قبل ما يحصل؟ سارة اتعزمت على فرح صاحبتها ومن هنا بدأ الكابوس عندها. اسبوع كامل وهي بتفكر، هل هلاقي حد اقعد معاه؟ طب لو سلمت ومحدش رد؟ طب لو شكلي كان غريب؟ سارة عاشت الإحراج 1000 مرة في خيالها قبل ما تخرج من باب بيتها أصلا. ولو بصيت لنفسك هتلاقي إن دوت بيحصل معاك أنت كمان، في الشغل، في الدراسة، في الخروجات، حتى في مكالمة التليفون. اللي سارة مرت بيه في علم النفس اسمه القلق الاستباقي. ببساطة جدا إنك تعيش سيناريو وحش في بالك من قبل ما يحصل اصلا. القلق العادي عند الانسان عامل زي جهاز الانذار، بيحميك من اي خطر حقيقي. لكن القلق الاستباقي اللي لسه معرفينه من شويه، انك تخاف من احتمال وتتعامل معاه اكنه هيحصل. المشكله بقى يا صديقي ان النوع دوت من القلق بيعمل 4 حاجات خطيره. بيخليك على طول في صراع داخلي مع نفسك، بيستنزف طاقتك قبل اي موقف، وبيفقدك عفويتك وبيخليك شبه الروبوت. والاخطر بقى انه بيخليك تهرب من الفرص، شغل، علاقات، تجارب، كلها بتتأجل بسبب الخوف دوت. المخ عندك يا صديقي فيه صوتين، واحد منطقي بيقول عادي الموقف بسيط ويعدي، والتاني بيقول لك احنا هنموت، بيتوقع لك دايما اسوأ سيناريو. في القلق الاستباقي بقى الصوت التاني دوت هو اللي بيكسب، وبيكون مسيطر على عقلك، وبيخليك تصدق ان في خطر حقيقي حتى لو مفيش اي حاجه. المشكله الاكبر بقى ان القلق دوت بيضحك عليك بثلاث افكار: انا بقلق عشان اكون مستعد، او القلق بيمنعني من الغلط، او لو ما قلقتش يبقى انا مش مهتم. الحقيقي بقى يا صديقي ان القلق مش بيحميك، القلق بيستهلكك. طيب نعمل ايه يا جو؟ في طريقه مشهوره لعلاج القلق دوت اسمها دانسي، وطريقه دانسي دي بتتكون من 5 خطوات. اول حاجه، افصل نفسك عن افكارك، ما تخليش افكارك تتحكم فيك. اقبل فكره ان انت مش هتتحكم في كل حاجه، يعني انت مش هتمشي الكون على مزاجك، وكل حاجه بترتيب ربنا. ثالث حاجه، ما تقاومش الشعور وسيبه يعدي، يعني كده كده شعور القلق دوت هيجيلك، بس انت ما تحطوش في دماغك، سيبه يعدي كده ولا كأن حصل حاجه. رابع حاجه بقى، التزم بالفعل حتى لو خايف، يعني لو انت قدامك حاجه لازم تعملها بس انت خايف، اعملها، ده هيكسر حاجز القلق اللي عندك. خامس حاجه والاخيره، ارجع للخطه الحاليه مش المستقبل، يعني حاول دايما تفكر في اللي بيحصل دلوقتي، مش تحط بقى استنتاجات للمستقبل، لان انت لو حطيت استنتاجات فهيكون فيها استنتاجات وحشه. فدايما فكر في دلوقتي. الحقيقه بقى يا صديقي ان اغلب الحاجات اللي بنخاف منها مش بتحصل اصلا، ودي مجرد وهم في خيالنا، والمستقبل اللي انت قلقان منه هو اصلا ما جاش، فليه تعيشه مرتين، مره في خيالك ومره في الواقع؟ قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر موقف في حياتك كنت قلقان منه وطلع في الاخر موقف عادي جدا. بس كده، انا يوسف علاء، سلام.